البانيه الجميل ازاي ولونه بامبا، والفراخ بتاعتي ولا شاريه بانيه شكله اصفر ولا واكل من الميه ولا من التلج ولا اي حاجه، انا خاليه الفرخه بتاعتي بايدي. جربي تعملي كل حاجتك بايدك، مش هتاخد منك مجهود ولا فلوس ولا اي حاجه. واسمي الله كده واقول، وانا عندي طبعا العلب ديت انا بحط فيها البانيه وبفرزه لحد ما باجي اعمله. انا ده ما قعدش اسبوع في التلاجة وطلعته وعملته. بدات كده هسيبه حوالي في التتبيله، بصوا التتبيله ما شاء الله سمكها لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله على جماله وحلاوته. بصراحه انا مش عايزه اقول لكم كان طعمه خطير قد ايه. لو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشرفيني باشتراكك، وتشوفي الفيديوهات بتاعتي. وانا عامله برده البانيه بكذا طريقه، مش شرط ان احنا نعمله يا جماعه بالبصمه، ممكن اعمله بالكريسبي. انا بشتري برده كريسبي من عند العطار وبطحنه، ممكن بالشيتوس، ممكن باي حاجه عندي هادي الغرض. معايا كده كيس من الفيجيتار، دي الخلطه الناشفه اللي انا هعملها. انا عملت مرتين خلطه